ايه اللي هنتوقعه بعد عمليه منظار مفصل الحوض او الهيب ارثروسكوبي سيرجري؟ احنا بناخد بنج نصفي، فهتصحى في الافاقه وهتبقى مش حاسس ساعتها بألم لانك واخد بنج نصفي، بس في نفس الوقت مش قادر تحرك رجلك. بعد كده بترجع الأوضة وسط أهلك أو وسط أصحابك، وفي خلال ساعتين 3 تبتدي الحركة ترجع للقدم مرة أخرى، وممكن ساعتها تبتدي تحس ببعض الألم. في معظم الأحوال احنا بنركب جهاز PCA اللي هو جهاز مسكن، تقدر تدوس على زرار عشان يديلك مسكن، فساعتها أول لما تبتدي تحس بالألم بنشجعك إنك تدوس على الزرار ده عشان الوجع أو الألم ما يرجعش جامد مرة واحدة. الألم عادة بيبقى محتمل جدا، بيبقى بس إحساس بالتورم مكان العملية. رجلك بتبقى وارمة شوية عند الفخذ، وممكن كمان عند الأنكل وعند الركبة، وساعات يبقى فيه شوية تنميل في المناطق دي. عادة التنميل بيروح في خلال ساعات أو يروح على تاني يوم، قلما التنميل ممكن يطول شوية عن كده يوصل لكام أسبوع. في معظم الحالات التنميل ده بيقتصر فقط على اليوم بتاع العملية أو تاني يوم. يوميها بيعدي عليك حد من الفريق الطبي، وبنبتدي نخليك تقوم، نوريك ازاي تقوم من على السرير وتستخدم العكازات ازاي. بيبقى مسموح لك انك تحمل على رجلك ولكن نص تحميل فقط، وبتفضل بالعكازات دي في حدود شهر. بنعلمك التمارين اللي انت بتعملها بعد العملية، وبتفضل تعمل التمارين دي لمدة أسبوع. في خلال أسبوع مفروض تكون بدأت جلسات العلاج الطبيعي، تاخد في حدود 3 جلسات في الأسبوع، ويستمر العلاج الطبيعي فترة معاك ممكن توصل ل3 و4 شهور، وفي بعض الأحيان أطول من كده كمان، خاصة لو أنت رياضي وعايز ترجع تلعب الرياضة ممكن الموضوع يوصل ل6 شهور علاج طبيعي وتأهيل. بتبتدي تقدر تنزل شغلك في خلال 1.5 شهر بعد العملية. ممكن ننزل قبل كده لو مش قادرين ناخد فترة اجازة طويلة، خاصة لو احنا شغلنا خفيف، شغل مكتبي او كده. ولكن لو احنا شغلنا بيتطلب حركة جسدية ووقوف فترات طويلة ومشي وطالع ونازل سلم وكده، ممكن ننصح ان الاجازة توصل ل2 شهر بعد العملية. دي بتبقى حاجة بنقيمها على حسب البروجرس بتاعك في فترة التأهيل، وبنحددها مع بعض، وبنشوفك في العيادة عشان نشوف انت تصلح انك تنزل ولا لا. دايما المرضى بيشتكوا من وجع في منطقة الحوض في خلال أول 1.5 شهر بعد العملية، خاصة مع القعاد فترات طويلة. فحتى اللي عنده شغل مكتبي بنطلب منه إن هو يقوم يتمشى كل شوية أو يفرد رجله وهو قاعد عشان ما يحسش بالوجع ده. الوجع ده بيبقى بسبب الليبرم اللي احنا مصلحينه، وبياخد وقت عقبال لما يلتئم، فالمنطقة دي بيفضل يحس بيها وجع لغاية لما الالتئام ده يكتمل. الليبرم ممكن ياخد لغاية 3 شهور عشان يلتئم، بس عادة الألم بتاعه يروح بعد 1.5 شهر أو 2 شهر. خلال بقى فترة التأهيل بتبتدي قدرتك على الحركة والمشي يزيد، وبعد كده على حسب برضو البروجرس بتاعك ممكن تبتدي تدخل بعض التمارين في الجيم على 1 الثالث أو 4 بعد العلاج الطبيعي، وممكن ترجع تمارس رياضتك على 1 السادس. دي برضو بتختلف من رياضة للتانية. يعني الرياضة اللي فيها امباكت أو فيها اصطدام جامد زي الكورة، الحاجات اللي فيها نط، الحاجات اللي فيها امباكت على المفصل، دي بنأجلها شوية، ممكن حتى بعد 9 شهور أو ممكن حتى بعد سنة. الرياضة اللي ما فيهاش الامباكت الجامد دي ممكن نبتديها بدري شوية، حاجات زي السباحة، حاجات زي السايكلينج، أو حتى لو بتروح الجيم ده فيه ميزة، أو الحاجات زي الجيم والكروسفيت فيها ميزة إن المريض ممكن ينقي التمارين اللي يعملها ويسيب التمارين اللي هو لسه مش مستعد علشانها. الرجوع للرياضة بتختلف من شخص للتاني على حسب التأهيل وعلى حسب نوع الرياضة اللي بيعملها. إنما بالنسبة للحياة الطبيعية أو الحياة اليومية، المريض عادة بيرجع لمهامه الكاملة من 2 ل3 بعد العملية.